من نشوف خبز اللحم بالسوق يعجبنا ونشتري، بس بصراحة ماكو أطيب من خبز اللحم اللي نسويه بإيدنا وبالبيت. وهسه تعالي نشوف شلون سويت خبز لحم ما ينشبع منه. عندي لحم شرح بتقريبا نص كيلو، وياه شوية لية وبصل وكرفس كلهن ثرومتهن بالسكينة على التختة، وخليت لهم ملح وكركم، وحتى العجين هم عجنته وغطيته دثرته. قلت حتى بعد الغداء مباشرة أصعد للسطح وأخبز، يعني خلال ساعة ساعة ونص يختمر العجين. وأنا اليوم مقرر العجين كله أسويه خبز لحم. طلعت بس مقدار 3 شنق من عده، قلت أخليهن خبز أبيض والباقي كله خبز لحم. وإذا سألوني عن مقدار الطحين 2 كيلو. طريقتي بخبز اللحم بنات، بعد ما أعجن العجين مباشرة أخلي وياه اللحم والبصل كلهن أخليهن وياه وأعجنهن وياه وأغطيه لحد ما يختمر، وبعدين أشنق وأخبز. يعني مو بعدين أخلي اللحم، لا، أخلي ويا العجين قبل ما يختمر أفضل. أنا شايفة البعض، بل أقدر أقول الأغلبية، بعد ما يكملون العجين ويختمر العجين ذاك الوقت يخلون وياه حشوة اللحم والبصل والكرفس. لا تخلونه بالأخير، وإنما خلوا الحشوة بالبداية. مو تعجنون العجين وتكملوه وقبل ما تغطوه خلوا وياه الحشوة مالت اللحم، عجنوها وياه وغطوه. لما بعدين الشنقون تشوفون العجينة كلش متجانسة ويا اللحم، ما تتقطع، لأنه إذا خلينا الحشوة بالأخير ربما يتقطع العجين أو ما يتلابس زين، بينما بهالطريقة لا، يتلابس زين. ولما نشنقينها كأنما عجين ما مخليت له أصلا كل شيء. أشوف بالتعليقات بعض الأخوات المتابعات يسألون ما يعرفون شلون يعجنون العجين. طبعا العجين يراد له ممارسة، يعني مو من أول مرة تعجنين رحتي تتعلمين. أنا هسه من أعجن أي عجين ما أتحدد بكمية مي معينة، لا، وإنما مثل ما يقولون عينك ميزانك. أشوف كمية الطحين وشوية شوية أخلي مي إلى أن توصل العجينة للقوام اللي أريده أني، عجينة تنخبز وبسهولة. وهذا الشيء أكيد مرتبط همات بنوعية الطحين. أكو نوعية طحين سيال، أكو نوعية طحين زين درجة أولى، بحيث شقد تعجنينه وشقد تخلي له مي تقدرين تسيطرين عليه وتعجنينه وتخبزيه ذيك الخبزة الحلوة اللي تخبل. بينما أكو عجين لا سيال، يعني حتى لو تخلي له كمية مي قليلة هو بعدين تشوفينه صار لين وما تقدرين تسيطرين عليه. ويا ريتكم هسه ويانا بهاي الأجواء الممتعة، صاعدين السطيح والشمس صارت بالأفق. أباوع لها ما أريدها تنزل، لأنه أريد شوية ضوء حتى أصور لكم تصوير حلو. وهذا التنور عيني المزنجر بس مزنجر بنات، بس السطح مالته والله شوف البطن مالته كل شي ما بيها. لو البطن مالته مزنجرة ما أخبز بيه. الخبز بالشتاء متعة حقيقية، وإن شاء الله راح تشوفوني أخبز 2 و3. وبصراحة على مود خبز اللحم. صحيح خبز اللحم موجود بالسوق ونقدر نشتريه، بس ماكو مقارنة بينه وبين خبز اللحم اللي تسوينه بيدك. هذا التنور بصراحة أتمنى أبدله، بس شنو المشكلة؟ المشكلة بعدد الخبز اللي ينخبز بنفس الوقت. هذا التنور هسه أخبز ب4 قرص بنفس الوقت، بينما التنانير الجديدة اللي دا أشوفها هسه بقنوات الطبخ والروتين يخبزن بس قرصة واحدة وينتظرن لحد ما تستوي، وبعدين يلا يخبزن الخبزة الثانية. وعين أنا روح قصيرة ما أتحمل الانتظار، فلذلك متمسكة بالخبز بهذا التنور. وربما مرور الوقت تتغير قناعاتي وأشتري من هاي التنانير الجديدة. وبصراحة هي بيها شغلة إيجابية، إنه تقدرين تخبزين بأي مكان يعجبك، بالمطبخ، بالطارمة، بأي مكان. بينما هذا التنور مصنقر فوق السطح، إلا تتعنيله لي فوق يلا تخبزين بيه. وهي هاي النقطة السلبية بهذا التنور. أنا بنات من كنت صغيرة وأشوف أمي وأشوف زوجات عمي يخبزون، كنت أعتقد يعني هذا الشغل هو أصعب شغل يسوونه. وبالفعل هو كان صعب، لأنه يوميا يخبزن بالتنور ويخبزن بإيديهن، مو بمخدة مثل ما هسه بهذا الوقت. وبنفس الوقت يخبزن بتنور الطين، النار مشتعلة. وأنا كنت صغيرة أنظر للنار فد نظرة يعني سلبية، أخاف من عندها. كنت أسمع قصص من والدي يسولف لنا سوالف إنه بطل القصة أو أحد أفراد القصة شالوها وذبوها بالتنور. فكان التنور بالنسبة لي بصراحة مصدر رعب. لذلك أبد ما حبيت الخبز، كنت أشرد من عدة شرادة. والدي الله يرحمه هو اللي جبرني على تعلم الخبز، واضطريت أتعلم لأنه والدي ولازم أسمع كلامه. بينما هسه بهذا الوقت دا أخبز وبكل واهس. ليش؟ لأنه ماكو ضغط، انت دا تخبزين لأنه تردين تخبزين، مو يوميا مجبرة تخبزين هذا الخبز. يمكن لو هذا العمل راح يكون بالنسبة إلي بشكل يومي أكيد راح أمل وأجزع
وأعتبر هذا الشيء كل الصعب علي. بس ما دام واحد يخبز بمزاجه متى ما يعجبه لا يعتبر فالشي حلو ومتونس بيه. طبعا خبز اللحم أفضل مكان تاكلون به هو على التنور، تخبزون منه وتاكلون منه. ويا ريت تكونون موجودين اليوم ويانا ونضيفكم على أطيب خبز لحم سويته. هذن الخبزات بعد ما أكمل خبز أطلع الكمية اللي تكفينا اليوم، أطلع لي 3 قرص 4 والباقي أضمه بالمجمدة، ومن نريد ناكل من عنده نحميه على الصوبة وناكله يرجع جديد كأنما توه مخبوز. بالختام لا تنسون إذا عجبكم هذا الفيديو تدوسون على زر اللايك. مع ألف سلامة.